مرحب بيك يا صديقي في قناة يلا فيلم. النهارده جايب لك فيلم مليان بالاكشن والاثاره والتشويق يا صديقي. عايزك تركز لي في البدايه علشان النهايه مشوقه جدا يا صديقي. بس قبل ما تبدا الفيلم اذكر الله وصلي على النبي. وبيبدا الفيلم مع الاسطوره اللي بتتكلم عن قصه المحارب اللي كان عايش في ارض بعيده وعنده حظر من كل حاجه بتحصل حواليه. وبنيجي للمحارب اللي بيهجم عليه عدد كبير جدا من المقاتلين اللي بيكونوا تابعين لعشيره معينه بالسيوف بتاعتهم علشان يواجهوه. لكن بقى المحارب ده بيبقى اقوى منهم بكتير جدا وبيضرب واحد بالسيف العظيم بتاعه وبيقدر ان هو يخلص عليهم كلهم. وفي الاخر بيظهر زعيم العشيره بتاعهم قدامه وبيبقى عاوز بقى يثبت بكل الطرق ان هو اعظم مبارز في تاريخ البشريه. وقبل ما يقتل اخر فرد في العشيره بيشاور له الزعيم على الصندوق الخاص بيهم وبيخش مبارزه بقى مع المحارب اللي بضربه سيف واحده منه بيخلص عليه. بعدها بيروح على الصندوق علشان يعرف ايه اللي موجود فيه وبيتفاجئ لما بيلاقي طفله صغيره ودي اخر واحده في العشيره بتاعتها. فبيمسك المحارب السيف علشان يقتلها هي كمان. لكن بجمال وبراءه البنت وسحرها قدرت تسيطر على قلبه وتمنعه ان هو يقتلها. وقرر بقى المحارب انه ياخدها معاه على اي مكان هيروح عليه. واثناء ما كانوا ماشيين في الغابه بيطلع عليهم مجموعه من المقاتلين علشان يقتلوه. لكن المحارب بقى بيقدر ان هو يخلص عليهم بكل سهوله وبيمشي وبيدخل على بيت واحده يعرفها وياخد منها عنوان صديق لابوه اسمه سمايلي علشان يروح عليه. واول لما بتحط الاكل للطفله بيقتلها على طول وبياخد البنت وبيخرج من البيت. ومش بس كده يا صديقي، ده كمان بيولع في البيت علشان يتاكد انها ماتت ومحدش يقدر يوصل له نهائيا من الاشخاص اللي بيدوروا عليه. وبياخد معاه بقى الهدوم بتاعتها والطفله الصغيره والسيف العظيم بتاعه وبيروح على المكان اللي فيه سمايلي. بس بيبقى قافل السيف بتاعه بطريقه معينه لانه لو اتفتح الناس اللي بتدور عليه هتقدر توصل له بسهوله. بعدها بيوصل على قريه اللي عايش فيها سمايلي واللي بيكون قريه بسيطه جدا وعدد شعبها قليل لكن بيحبوا بعض جدا. ولانه بقى غريب عن القريه كل اللي بيشوفه بيمشوا وراه علشان يعرفوا هو مين وعايز ايه. ولما بيفتح المحارب بقى البيت اللي فاكره بيت سمايلي ومش بيلاقي وراه غير صحراء. فبيتكلم معاه شخص من القريه سكران على طول اسمه رون وبيقول له انه مش مرتاح له نهائيا وبيبقى شاكك فيه وانه وراه حاجه او وراه مصيبه جاي بيها. وفي نفس الوقت ده بيظهر القزم ايد بول وبيسكت رون عن كلامه السخيف وبيعتذر بقى للمحارب على اسلوب رون معاه وبيقول له انه مستعد يساعده في اي حاجه هو عايزها. فبيطلع المحارب صوره سمايلي علشان يعرف ايد بول هو بيدور على مين. فبيعرف ايد بول بقى انه مات وبيوديه على المغسله الخاصه بيه وبيقول له انها مقفوله من وقتها وحاليا هي بقت بتاعته. وبالليل بيوصل المعلم الخاص بالمحارب على البيت اللي هو حرقه وبيتضايق جدا انه عمل كل ده ومشي. هو بيبقى عاوز يوصل له علشان ينتقم منه وده لانه دربه وعلمه وفي الاخر عصى اوامره ومشي. وقتها بقى بتروح واحده من اهالي القريه اسمها لين على المغسله وبتضرب المحارب على راسه بالعصايه. ولكن طبعا مش بيتاثر بالضربه وبيبقى مش فاهم هي ليه عملت كده. ولما بتعرف بقى لين هو مين وجاي ليه بتقول له انها كانت بتتدرب على السيف مع سمايلي وكانت بتحبه جدا. وبتعرف ان الطفله مش بنته وان اهلها ماتوا كلهم. فبتتصدم لين بقى وبيبان عليها الحزن لكن مش بيبقى مفهوم ليه وايه السبب. وبتاخد الطفله علشان تغير لها هدومها وتعتني بيها لان المحارب مش عارف يعمل معاها اي حاجه. وبيتعرفوا بقى على شغل المغسله وبتطلب منه يروق المكان علشان من بكره يشغله. وتاني يوم بقى بيقعد المحارب علشان يشتغل بعد ما بيكون روق على المكان. وبيروح 3 شباب بقى من اهالي القريه وبيدوا هدوم علشان يغسلها لكن بيتكلموا معاه بشكل عربجي جدا ومهين. وايد بول بقى بيدخل وبيضربهم وبيطردهم بره وبيعتذر بقى للمحارب على اللي حصل وبياخده معاه علشان يوري له القريه بتاعتهم. واثناء بقى لما كانوا ماشيين روان بيرخم عليهم وده لانه مش حابب وجود المحارب في القريه. وبيشوف المحارب بقى لين وهي بتضرب على رامي السكاكين في السيرك لكن بتبقى مش عارفه تركز خالص وكل الضربات اللي بتعملها بتبقى غلط. بعدها بيدخلوا على السيرك علشان يوروا المهرجان اللي هناك وازاي بيعملوا فقرات حلوه جدا ومسليه. وبتدخل بقى لين وهي متضايقه جدا وبترفض انها تقعد معاهم. وروان بيقول قدام الكل ان المحارب هيكون سبب في مشاكل كتير ودمار هيحصل في القريه. لكن طبعا محدش بيسمع ليه وبيقع على الارض وبيفقد الوعي. وبالليل بقى بيروح على بيت لين علشان بيبقى حابب يتكلم معاها بس بيتردد على اخر لحظه وبيبقى عاوز يرجع تاني ويعمل صوت بالغلط قدام
الباب. فبتفتح لين الباب وبتقول له ان كان ممكن يخبط ويدخل عادي، ولما بيدخل بقى بيتسمعه موسيقى حلوة جدا، وبيفهم من كلامها بقى ان ابوها كان معاه فلوس قدر يعمل لهم البيت ده ويخليه حلو كده. وبيشوف المحارب صور عيلتها وبيستغرب ان كلهم مش موجودين وهي لوحدها، لكن بيندمج بقى مع الموسيقى وبيحبها جدا، وبيحس بقى انه لقى في القرية دي اللي ما قدرش يلاقيه في حياته العادية، وقدر يتعلم ازاي ينظف المكان اللي هو فيه ويغسل هدومه علشان ما يحتاجش لحد، ويلعب معهم بقى الالعاب الخاصة بيهم، وبيبقى مبسوط جدا. ومش بس كده، الصديق ده كمان بيعمل جنينة ورد في الساحة ولين بيتساعدوا فيها. ولما بتدخل لين بقى عليه وهو بيغير هدومه بيرفض يوريها جسمه، لانه كل جروحه بسبب المواجهات القتالية اللي كان بيدخل فيها، وبسبب اهل القرية بيحبوه بيتعاونوا معاه في كل حاجة. وقدر المحارب انه يعمل جنينة الورد دي وبقى شكلها حلو جدا. بعدها بيقعد علشان يلعب مع ايد بول، وبيلاقي لين بقى واقفة عند القبر بتاع عيلتها وحزينة جدا على فراقهم. فبيسأل بقى ايد بول عن اللي حصل معاها وخلاها بالشكل ده. فحكى له ايد بول بقى ان لين كانت عايشة مع امها وابوها واختها الصغيرة، لكن القرية بتاعتهم دي تحت حكم شخص ظالم بيهجم عليهم كل فترة هو ورجالته. وفي يوم ده بقى هجموا على القرية وخطفوا لين علشان الحاكم كان عاوزها، بس لين مسكت حلة الزيت السخنة ورمتها على وشه وشوهته وطلعت تجري. فالحاكم طلع يجري وراها وهو كله غضب، وضربها طلقة في ظهرها ووقعت على الارض. ولما ابوها شاف المنظر ده جري عليها علشان يشوفها، والحاكم ضربه هو كمان. ومش بس كده، ده كمان خلص على كل عيلتها علشان يندم اي حد يفكر يقف قدامه. ولما جم يدفنوا لين بقى وعيلتها اكتشفوا ان لين لسه عايشة وما ماتتش، فاخدوها بقى وانقذوا حياتها. ويوم عن يوم صحتها بقت تتحسن لحد ما وصلت للمرحلة اللي هي فيها دلوقتي. ومن وقتها الحاكم ورجالته ما يعرفوش ان لين لسه عايشة، وفضلوا بقى مخبيين لحد ما كبرت وشكلها اتغير علشان ما يقدروش يعرفوها. بعدها بتقعد لين مع المحارب والطفلة وبيشوفها بقى وهي بتحاول تصوب الهدف مظبوط وبتفشل. فبيعرفها بقى ان الطريقة اللي بتتصرف بيها غلط ولازم تتبع الطريقة الصحيحة. وبياخدها بقى معاه وبيغمي عينيها وبيخليها تصوب وهو واقف، ومش بيبقى خايف لانه على يقين انها هتنشل صح. وفعلا بتقدر لين بقى انها ترمي كل السكاكين بشكل صحيح، وبتفرح جدا انها قدرت تعملها. وبتشكر المحارب لان هو اللي قال لها تعمل ايه، وبتصوب عليه بالطوب. والمرة التانية بقى اما تيجي تعملها بيقدر يمسكها قبل ما تلمسه، وبتقعد بالليل معاه وعلشان تعرف منه اي معلومات عنه او عن حياته السابقة. لكن المحارب بيبقى قليل الكلام جدا، ولما بتفضل بقى مصممة بيحكي لها ان ابوه كان مزارع وهو كان بيساعده، بس فجأة رجالة الملك جم وقتلوا ابوه علشان ياخدوا السيف بتاعه منه. ومن وقتها وهو كان غضبان جدا ومتضايق. فبتديله لين بقى سلسلة معاها كهدية يعني، وبتعرفه ان السلسلة ديت هي اللي خلتها قدرت تتخطى كل اللي حصل معاها قبل كده. وبيفتكر المحارب لما كان صغير ومسجون عند الملك واللي هو المدرب بتاعه، ودخل كلب صغير وطلب منه يصاحبه ويقرب منه ويتعلق بيه. وبنرجع تاني بقى للوقت الحالي مع المحارب اللي بيدخل لينا على البيت وبيوريها السيف بتاعه، ولما بتحاول تفتحه مش بيقدر، وبيعرفها انه لو فتحه اعدائه هيعرفوا مكانه وهيجوا علشان يقتلوه. وفي نفس الوقت ده بيبقى الملك وحراسه في طريقهم علشان يدوروا على المحارب في كل مكان. وبيبقى الملك بقى على يقين ان المحارب هيفتح السيف وهيعرف مكانه عن طريقه. وبنرجع للمحارب اللي بيعلم لين بقى ازاي تواجه بالسكاكين وتبقى متفوقة على اي شخص قدامها، وبيبدأ يقول لها التعليمات اللي تمشي عليها علشان تكون محترفة. فبيشوف مروان وبيبقى مستغرب من تصرفات المحارب لانه شافه بيتصرف ضد طبيعتهم. وتاني يوم بقى بيكمل المحارب باقي التدريبات مع لين لحد لما بيتمكن منها، وبيتشوفه هو بيلعب بقى مع الطفلة وبتبقى فرحانة جدا ومبسوطة لانه حنين عليها. وبيجي يوم راس السنة بقى وكل اهل القرية بيحتفلوا بيه والمحارب معاهم، ويبقى الكل مبسوط. وايد بول بقى بياخد الطفل من المحارب علشان يسيب له فرصة يقوم يرقص ويفرح زيهم. وبتروح لين بقى لما بتحس انه قاعد لوحده وبتطلب منه يتمشوا شوية سوا، وبيوافق وبيروحوا على مكان يتدربوا شوية على السيف والمبارزة. وكل مدى لين بتتطور اكتر. بعدها بتعترف له بحبها ليه وبتقول له انه شخص مميز وبتسيبه وبتمشي. فبيستغرب المحارب جدا من اللي حصل لان اول مرة يعيش شعور زي ده. وفي نفس الوقت ده بيهجم الحاكم ورجالته على القرية وبيتعامل مع كل الموجودين بطريقة مهينة جدا، لكن محدش منهم بيقدر يتكلم ولا
يقول اي حاجة، وبيوقف المهرجان علشان يصوب عليه هو ورجالته، وبيبقى خايف جدا. وفي المرة الاولى مش بيحصل حاجة، والمرة التانية بقى بيجي رون وبياخد الكوباية اللي على دماغه وبيشربها، فبيتضايق الحاكم جدا من اللي عمله، وبيربط رقبته بالحبل وبيطلب من واحد من رجالته يجري بيه شوية علشان يعلمه الأدب. وفعلا بيعمل كده، وبيبقى رون خلاص هيتخنق ويموت. وفي نفس الوقت ده بتبقى لين شايفة كل اللي بيحصل، وبتبقى عايزة تهجم عليه علشان تقتله وتجيب حق عيلتها. لكن إيدبول ومجموعة من أهالي القرية بيمسكوها علشان محدش يحس بيها. وبيوصل بقى المحارب وبيشوف كل اللي بيحصل، بس بيبقى الحاكم خلاص ماشي ومش بيعمل له حاجة، وبيكتفوا لين علشان ما تقدرش تروح للحاكم ولا تعمل أي حاجة. وده لأنها لو راحت هيخلص عليها، ولأن المحارب عارف كده برضه هو كمان، فبيضطر يساعدهم ويسيبها مربوطة. لكن لين بتقدر تفك نفسها من غير ما حد يحس بيها. وفي نفس الوقت ده بيبقى الحاكم في مكان تاني خالص، بينقي واحدة علشان تسهر معاه، وفعلا بيلاقي اتنين مش واحدة، وبياخدهم معاه وبيمشوا بعد ما بيقتل أبوهم وأمهم علشان يخوفهم. لكن بقى وهو بيتعشى بتروح له لين وبتقول له إن هي اللي حابة تسهر معاه بدل البنات دي، فبتعجبه بقى طريقتها جدا وبيوافق وبيترك كل الحراس بره. بس لما لين بقى بتهجم عليه بالسكينة بتكتشف بقى إن هو عارف هي مين ولسه فاكرها. وقتها بقى بيكون المحارب وبقى أهل القرية عرفوا إن لين هربت وراحت للحاكم. ومن هنا بقى بيقرر بقى المحارب إنه يفتح السيف بتاعه علشان يقدر ينقذها، ومش بيفرق معاه بقى إن الملك يوصل له. وبنرجع بقى للحاكم اللي بيضرب طلقة علشان حراسه يدخلوا ويمسكوا لين، لكن قبل ما يعمل أي حاجة بيهجم المحارب عليهم وبيقتل حراس الحاكم. وقبل ما يقتل الحاكم بتقف قدامه لين وبتقول له إن هي اللي عايزة تقتله، فبيمسكها الحاكم وبينط بيها من الشباك علشان يقدر يهرب. ولما بيجري الحاكم بيلاقي واحد من حراسه وبيقرر يهربوا سوا، وبتقوم لين بقى علشان تقتله وبتحدف السكينة في ظهره وبيقع يموت. ولكن بيكتشفوا إنه مش الحاكم أصلا، وإن الحاكم بدل هدومه مع هدوم الحارس بتاعه علشان يتخدعوا فيه. وبتحزن بقى لين جدا لأنها ما قدرتش تخلص عليه بعد كل ده. بعدها بيقرر المحارب إنه يمشي من القرية علشان يحمي شعبها، لأنه لو فضل موجود الملك هيوصل له وبكده هيأذيهم كلهم. وبيلاقي لين بقى مستنياه وكل أهالي القرية وبيعرفوه إن الملك مش هيسكت على اللي حصل، وهيجي هو وحراسه اللي عددهم مهول علشان يدمروهم. وسواء هو ماشي أو لأ هم كده كده هيموتوا. لكن بيطمنهم بقى إيدبول إنهم هيقفوا بالأسلحة والذخيرة ولما تخلص يبقوا يموتوا. والكل بيضحك عليه لأنهم مش مصدقين اللي بيقولوه. وفي نفس الوقت ده بتبقى لين عاوزة تعرف ليه المحارب عمل علشانها كده وعرض حياته للخطر، فبيعرفها إن حياته كانت هتبقى وحشة جدا لو هي مش فيها. وبتعرف لين بقى إن هو كمان بقى معجب بيها جدا، وبتعرفه إنها تقدر تمشي معاه في أي مكان هيقول عليه. وتاني يوم بقى بيحفروا في أماكن اللي إيدبول قال عليها، وبيلاقوا صناديق كبيرة مليانة ذخاير وأسلحة وقنابل. وبيسلم رون بقى البندقية بتاعته وبيطلب منه يرجع يضرب نار من تاني. بعدها بيحط له هدف علشان يصوب عليه ويفتكر ازاي كان بيضرب نار. وفعلا من اول طلقة يا صديقي بيفتكر رون وبيصوبها صح. وبيروح رون بقى علشان يتكلم مع المحارب وبيطلب منه ينظف له الهدوم بتاعته علشان لو مات. فبيستغرب المحارب من كلامه، خصوصا ان بقى معاهم اسلحة. فبيعرفوا رون ان الاسلحة والذخيرة مش كفاية علشان يواجهوا جيش الحاكم. فبيديله بقى المحارب فكرة وبيستخدمها علشان يكسبوا الحرب. وبالليل بقى بيتكلموا سوا، وبيعرف المحارب من رون انه زمان ما كانش بيعمل حاجة غير انه يمسك السلاح ويصوب بيه بس. لكن مراته قبل ما تموت طلبت منه ما يمسكش السلاح تاني ولا يصوب بيه. ومن وقتها وهو وقف كل حاجة وما مسكش سلاح غير دلوقتي. وبينصحوا رون بقى انه لو بيحب شخص جدا وبيخاف عليه الاحسن يبعد عنه علشان ما يتأذيش بسببه. فبيتضايق المحارب جدا لانه بكده هيبعد عن لين، وبيقرر انه يروح يتكلم معاها وبيقول لها ان هي لازم تركز كويس وهي بتستخدم السلاح، وما تنساش ابدا اي حاجة من التعليمات اللي علمها لها. وتاني يوم بقى الصديقي بيجهز الكل علشان لو الحاكم هجم عليهم في اي وقت يكونوا على استعداد. وبيقف المحارب مع واحد من اهالي القرية علشان هو اللي يواجههم في الاول، لكن عددهم بيبقى كبير جدا. واول لما الشخص ده بيشوفهم بيخاف جدا وبيطلع يجري. بس المحارب طبعا مش بيخاف وبيطلع السيف بتاعه وبيبدأ يهاجمهم كلهم بكل قوته، وبيقطع ايد اي حد يفكر يقرب منه. وفي نفس الوقت ده روان بيضرب اول طلقة ليه على الكنابل اللي زرعها في الارض، وبيفجر المكان اللي فيه رجالة الحاكم
وبيدخل بقى المحارب وبيقتل اللي لسه عايش منهم بطريقة عنيفة جدا، وبيحط بقى قدامه واحدة علشان يحمي نفسه من ضرب النار لحد ما بيخلص عليهم. بعدها بيدخل الحاكم ومعاه مجموعة تانية من رجالته وبيأمرهم بقى يهجموا على القرية، لكن بيلاقوا الدنيا فاضية خالص والألعاب بتشتغل لوحدها، وبيبقوا خايفين جدا من اللي بيحصل، بس بيحاولوا بقى يتماسكوا علشان ما يبانوش انهم خايفين من حاجة. وفجأة بقى بتنفجر قنابل تاني في المكان اللي هم فيه، وبيقع مجموعة كبيرة منهم، وبيحدف بقى قنبلة تانية وبيضرب طلقة علشان تنفجر فيهم. فبيعرفوا بقى المكان اللي رون فيه وبيتسلقوا كلهم علشان يجيبوه، وبيفضل رون يضرب فيهم واحد ورا التاني علشان يحمي نفسه، وبقى اهالي القرية بيضربوا بالاسلحة اللي معاهم علشان يوقعوهم. بعدها بيظهر المحارب ويقتل مجموعة من رجال الحاكم علشان يدي الاشارة لرون، وفعلا بيشوف رون وبينزل من المكان اللي هو فيه بسرعة علشان ينفذوا خطتهم، وهي بقى انه هيفجر المكان بكل رجالة الحاكم علشان يخلص عليهم مرة واحدة. والخطة فعلا يا صديقي بتنجح والمكان كله بيتدمر بيهم. بعدها بيفرح كل شعب القرية لانهم دمروا الحاكم ورجالته كلهم، لكن الحاكم بقى بيقوم وبيبدأ هو ورجالته يضربوا نار على كل اهالي القرية وبيقتلوا عدد كبير منهم، واي حد بيفكر يدافع عن نفسه منهم بيكون مصيره الموت. فبيجري بقى اهالي القرية علشان ينقذوا نفسهم من الحاكم ورجالته، لكن فجأة بيظهر قدامهم الملك والجيش بتاعه وبيتخافلين جدا على الطفل. هو واحد من رجالة الحاكم بيضرب نار على الملك، فبيأمر حراسه انهم يخلصوا على كل الموجودين، وبيفضل الحاكم ورجالته يضربوا نار عليهم وبيموتوا كام واحد فيهم، بس الباقي بيقدر ان هو ينزل ويهجم عليهم ويقتلوا فيهم. فبيدخل المحارب وبيطلب من لين انها تهرب بالبت بسرعة، وبيبدأ ان هو يقاتل فيهم واحد ورا التاني، وكله بقى بيضرب في كله ومحدش عارف مين مع مين ولا مين على مين. بس الحاكم بيبقى عاوز ينقذ نفسه من كل اللي بيحصل حواليه، وبيحاول ان هو يطارد لين علشان ياخد منها الطفلة، وبيجري المحارب ويقتل اي حارس يفكر يروح ورا لين او الطفلة، والمكان كله بيتحول لساحة قتال مليانة بالدم بسبب اللي بيحصل. فبيتضايق الملك جدا ان المحارب قدر يقتل كل الحراس بالشكل ده، ولما لين بتدخل البيت بيهجم عليها باقي الحراس اللي لسه عايشين، والمحارب بيدخل بسرعة علشان ينقذها منهم وبيخلص عليهم. وفي نفس الوقت رجالة الحاكم بيضربوا نار على الحارس وبيقتلوا عدد كبير قوي منهم، لكن واحد منهم بياخد السلاح وبيضرب عليه نار وبيموتهم. وبنرجع بقى للمحارب اللي بيفضل يضرب في الحراس، ولين بقى بتهرب الطفلة مع ايد بول، ولما بيقتلوا الحراس هما الاتنين بيسمعوا صوت ضرب نار وبيجروا بسرعة، وبيلاقوا بقى ايد بول مضروب بالنار والطفلة مخطوفة منه وبيموت يا صديقي. وبيبقى اللي عمل كده بقى هو الحاكم علشان ينتقم منهم، لكن حراس الملك بيبقوا هم كمان عايزين الطفلة وبيروحوا علشان يجيبوه، ورجالة الحاكم بقى بيضربوا عليهم نار وبيخلصوا عليهم. فبيقطع المحارب النار وبيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني بطريقة احترافية جدا، وبيدخل على الحاكم علشان يخلص عليه وينقذ الطفلة، لكن بيبقى عاوز يوفي وعد لين ويدخلها هي اللي تخلص عليه. وبيقف المحارب مع الطفلة بعيد وبيسيبها هي اللي تتصرف معاه، وبيحاول الحاكم بقى ان هو ينقذ نفسه منها وبيضربها بقى وبيوقع منها السيف اكتر من مرة وبيبقى هو اللي هيموتها، لكن لين علشان تخلص عليه بتقطع رجليه بالسكينة، ولما بيفكر يقرب منها بيقع على الارض وبتقتله وبيترجع حق عيلتها اللي هو قتلهم. وبيفرح المحارب انها اخيرا قدرت ترجع حقها وبياخدها وبيمشي، وبيروح المحارب بقى علشان يعمل اخر حاجة وهي انه يخلص على الملك. وبيقفوا الاتنين بقى قدام بعض، وبيفتكر المحارب لما الملك كان بيدربه بطريقة قاسية جدا، وبيطلب منه بقى يكون قلبه جامد ويقدر يتخلى عن اغلى الناس على قلبه ويقتلهم عادي. وبنعرف بقى انه كان بيحببه في الكلب علشان يخليه يقتله بعد كده يجمد قلبه، وفعلا المحارب بيقتل الكلب على الرغم من انه هو بيحبه جدا علشان ينفذ كلام الملك. وبنرجع بقى للوقت الحالي مع المحارب اللي بيذبح الملك وبيتخلص منه هو كمان للأبد، والقرية كلها بتكون اتدمرت بسبب اللي حصل، وعدد كبير جدا من أهالي القرية ماتوا. وبيحزن المحارب جدا على اللي حصل في القرية وهو جزء رئيسي منهم، فبيقف بقى قدام لين وبيقرر يسيب الطفلة تعيش معاها للأبد لأنه هيبعد عنها، وبيودعها المحارب قبل ما يمشي وبيقرر يسيب الطفلة ويبعد علشان يحميهم. وبعد بقى فترة يا صديقي بنيجي للمحارب اللي بيبقى عايش في مكان بعيد جدا عن الناس محاط بالتلج، لكن بيجي شخص عنده وبيحاول ان هو يتقرب منه، وقتها بيعرف بقى ان مكانه انكشف وبيقتله وبياخد هدومه
علشان يروح على مكان تاني، بس بتظهر له بقى مقاتلين جدد من تحت الأرض وبيطلع المحارب السلاح علشان يواجههم. وهنا يا صديقي بيخلص فيلمنا، واللي قدم لكم الفيلم ده محمود عبد الظاهر اللي هو أنا يعني. ولو عندك أي اقتراحات يا صديقي أو أي فيلم اكتب لي في كومنت، ويلا سلام.